بسم الله الرحمن الرحيم. رسائل القرآن المشفرة. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إلى كل غافل وجاهل ومتشكك ومغسول الدماغ، إلى كل من وقع في مصيدة تغييب العقول وإفساد الدين. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلى أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا الفيديو مقدمة عن سلسلة فيديوهات لاستكشاف عالم رسائل القرآن المشفرة، حيث سنكتشف المعاني الخفية والأبعاد العميقة التي تتضمنها آيات الله عز وجل. سنرى كيفية قدرة الآيات القرآنية على نقل رسائل تفتح آفاق التفكير والفهم، وسنرى كيف تعكس هذه الرسائل عمق الحكمة الإلهية وإلهامها للمؤمنين ليفرقوا بين الحق والباطل. فقط المؤمنين. هذه الرسائل لن يستوعبها إلا فقط المؤمنين. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هل أنت مستعد؟ بسم الله نبدأ. يخبرنا الله عز وجل في كتابه أن في كل عصر من العصور كانت هناك مظاهر للجاهلية، وهي الفترة التي تسبق دعوة نبي أو رسول من رسل الله عز وجل. والجاهلية ليست محصورة بزمن معين، بل يمكن أن تظهر في أي وقت تعيش فيه البشرية بعيدا عن توحيد الله عز وجل وقيم الحق والعدل والإيمان. والآن نجد في عصرنا مظاهر مطابقة للجاهلية، بل وقد تكون أشد وأكثر انتشارا. هل يمكن أن تخبرني ما الفرق بين ما ذكره الله عز وجل في كتابه وبين ما يحدث الآن؟ ما الفرق بين أحبار اليهود والنصارى الذين كتموا وحرفوا وبدلوا في دين الله ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وبين علماء السوء أو مشايخ السلاطين الذين يحرفون ويبدلون في الدين ويكتمون آيات الله في الجهاد في سبيل الله ونصرة المسلمين، وآيات موالاة الكافرين على حساب المسلمين لإرضاء أهواء الحكام الطواغيت القفرة؟ كلاهما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وكلاهما اتبعوا ما تتلو عليهم الشياطين. ما الفرق بين فرعون وهامان وجنودهما وبين الحكام الطواغيت الجاحدين بآيات الله ووزرائهم المقربين وجيوشهم التي تحميهم؟ ما الفرق بين قوم فرعون والمؤيدين والمنافقين والمنتفعين من قوم هؤلاء الطواغيت؟ كلاهما يجحدون بآيات الله، وكلا القومين فاسقون ومستكبرون. ما الفرق بين موسى وهارون وعدد المؤمنين القلة من بني إسرائيل الذين آمنوا معهم وبين المؤمنين الذين يتصدون للحكام الطواغيت الآن؟ كلاهما مضطهدين، وكلاهما قلة، وكلاهما محاصرون، وكلاهما يتم وصفهم بكل الأكاذيب. ما الفرق بين سحرة فرعون الذين يسحرون أعين الناس وبين الإعلاميين الموالين للحكام الطواغيت؟ كلاهما يخدع الناس ويضلهم ويلبس الحق بالباطل. ما الفرق بين السامري الذي خدع قوم موسى بالعجل وقال لهم: هذا إله موسى، هذا الذي أنقذكم من فرعون وشق البحر، وبين علماء السوء الذين يخدعون عامة المسلمين الآن بالإسلام الأمريكي، ذلك الإسلام المسخ، وقالوا لهم: هذا دين محمد، هذا إسلام التوحيد؟ وقال تعالى: إن الله بريء من المشركين ورسوله. ما الفرق بين ما فعله السامري وبين ما يفعله أئمة الشيعة والصوفية والمدخلية وغيرها الآن؟ ما الفرق بين عدم التزام جنود طالوت بعدم الشرب من النهر أو اغتراف غرفة واحدة فقط على الأكثر، ولكن شربوا منه إلا قليلا منهم ثم امتنعوا عن الجهاد، وبين شعوب المسلمين الآن التي لم تكتفي بغرفة واحدة من ملذات وشهوات الدنيا وانغمست فيها حتى أصابهم الوهن وتركوا الجهاد وأصبحوا كغثاء السيل يشاهدوا إخوانهم كل يوم يفعل بهم الأفعيل ويكتفوا بالدعاء ثم يذهبوا لمشاهدة المسلسلات والمباريات. ما الفرق بين قوم موسى الذين قالوا لنبيهم: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وبين المسلمين الآن؟ ما الفرق بين فتية الكهف والمجاهدين الموحدين في سبيل الله الآن؟ كلاهما قلة، وكلاهما مضطهدين، كلاهما في غربة، كلاهما إن تمكن منهم قومهم سيفتنوهم عن دينهم. ما الفرق بين قوم لوط والمثليين والمتحولين الآن؟ ما الفرق بين قصة نوح وسفينته، ذلك النبي الذي سخر منه قومه لأنه يبني سفينة في الصحراء ووصفوه بالمجنون؟ لماذا تصنع سفينة في الصحراء؟ وبين من يسخرون من المؤمنين الموحدين الآن لأنهم يدعون إلى الخلافة ويقولون لهم:
مجانين متخلفين، انتهت الخلافة ولن تعود، أنتم تعيشون في الماضي. تلك الخلافة التي بشر بها رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ما الفرق بين الأمواج التي كالجبال التي عانت منها سفينة نوح، وبين الفتن التي كالجبال أيضا التي يعاني منها المسلمين والإسلام الآن؟ ما الفرق بين أصحاب الأخدود؟ ما الفرق بين أصحاب الأخدود وما حدث معهم وبين أهل غزة الآن؟ ما الفرق بين قصة باسم رب الغلام، ذلك الغلام الذي كان موته سبب في إيمان الناس، وبين ما يحدث لأهل غزة وسوريا والعراق؟ كلاهما كان موتهم سبب في استيقاظ الناس من غفلتهم، كلاهما كان موتهم سبب في استيقاظ الناس من غفلتهم. ما الفرق بين قوم عاد وثمود وبين الدول العظمى الآن كأمريكا وروسيا والصين وغيرها؟ كلاهما تجبروا في الأرض بالعلم والبناء. ما الفرق بين أقوال وصفات المنافقين في القرآن وأقوال وصفات المنافقين الآن؟ كلاهما يشهد الله على ما في قلوبهم من الإيمان والتقوى، وكلاهما لا يشعرون، وكلاهما تأخذهم العزة بالاسم، وكلاهما يثبت المجاهدين في سبيل الله ويود الكافرين. ما الفرق بين من كان يعبد الأوثان وبين من يعبد الأوثان والعجول والفئران الآن؟ ما الفرق بين حمية الجاهلية وبين الوطنية وحب تراب الوطن على الدين؟ ما الفرق بين من اتخذ إلهه هواه وأصبح عبد للشهوات وبين شباب المسلمين الآن أصبحوا عبيد للمال والنساء والسلطة والدنيا؟ ما الفرق بين من كان يغش في الميزان في عصر النبي شعيب وبين من يغش الآن؟ وأخيرا دعني أقول لك، لكل عصر جاهلية، وعصرنا يجمع جاهلية كل العصور. هذه فقط المقدمة. إذا أردت أن تستيقظ من الغفلة وتخرج من تلك المصفوفة التي صنعوها لك، تابعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من